نحن شعب من الأسرى. لذلك عندما نتكلم اليوم عن أننا نطرح أن يحرس الشعب إرادته وأحداث 25 يناير وما بعدها، احنا بنقول اوعوا نرجع أسرى مرة أخرى أيها الإخوة. مكتوب علينا أن ننظر إلى شعوب العالم على أنهم السادة وإحنا العبيد، يبنى اقتصادنا القومي دخل البلد القومي على ان اي حاجة تدخل فلوس لمصر ما تبقاش تحت ايد الاجانب، ممنوعة، واي حاجة تدخل لمصر تبقى من تحت ايد الاجانب تصبح هي الاساس في دخلنا. انا مش عارف ازاي بنقبل هذا، انه الفقير في بلدنا مكسور كثير مقطوم كده، مش بس قدام الشرطة، قدام اي مصلحة حكومية، حتى في التعاملات. ونفس الموظف اللي بيبهدل الناس هو بيروح في حتة تانية يتبهدل برضه. حتى يا اخواني في الخارج، تروح بلد من الدول المتقدمة كل الدولة ماشية ما شاء الله نظام رائع، المكان الوحيد هو السفارة المصرية التي يهان المصري قدام القنصلية المصرية او السفارة المصرية، لانه تعودنا ان المصري رخيص. بقينا بنرمي اولادنا في البحر عشان يعوموا عشان يدخلوا، بقينا بنقطع البطاقات المصرية والجوازات المصرية عشان ندخل بغير هوية، واحنا نقدر نكون احسن من كده.